اليوم وصفة مش عادية. أنا بتحداكم إذا أي حدا من الشيفات عملها من قبل، طريقة سهلة وبسيطة للدجاجة المشوية، بس الفكرة هون إنها مشوية بكيس الحليب. يلا نعمل ترند دجاجة مشوية بكيس الحليب. شايفين النتيجة أكثر من رائعة ودرجة الاستواء ممتازة. ولو كنتوا لأول مرة بتشوفوا فيديوهاتي بتمنى تعملوا له متابعة، تدعمونا بلايكات وتعليقات لأنها مهمة جدا لرفع الصفحة. تعالوا نحكي بسم الله ونبدأ. بالبداية جبت دجاجة وزنها 1 كيلو جرام أو كيلو 100 جرام. طبعا عملت فيها فتحات بعد ما نظفتها وجهزتها. بدي أجهزها للتتبيلة 3 معالق زيت زيتون، معلقة دبس رمان، معلقة كبيرة خل، معلقتين 3 معالق كاتشب، معلقة صلصة بندورة، ومعلقة كبيرة لبنة تكون حامضة شوي. هلا التوابل ملح، بهارات مشكلة معلقة كبيرة، معلقة صغيرة طبعا كمون، نص معلقة فلفل أسود، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة زعتر أخضر ناشف، معلقة بابريكا، وربع معلقة صغيرة بصل باودر، ربع معلقة صغيرة توم باودر. هلا خلطت التتبيل وتبلتها ليلة كاملة. هلا رح أعمل الحشوة. حطيت زيت زيتون، بصل فرمته فرمة خشنة، طبعا حطيت ملح وفلفل أسود وكمون على البصل لحد ما تذبل شوي. نزلت الكبدة والقوانص المتوفرة عندي، ممكن تحطوا لحمة مفرومة اللي بدكم إياه. رجعت حطيت شوية ملح وفلفل على الكبدة والقوانص، وهيك صاروا جاهزين. بخليهم لما يستووا تماما وخليهم عشان أحشي فيهم الدجاجة. هلا بالنسبة لحشوة الدجاج بتقدروا تحطوا رز، لحمة مفرومة، أي إشي بدكم إياه. أنا حشيت بالكبدة والقوانص. طبعا هلا راح أسكرها بأعواد الأسنان، ممكن تخلوها مفتوحة أو تخيطوها خياطة، أنا هاي الطريقة أسهل لي. راح أسكرها بخلتين من أعواد الأسنان. هيك بتكون الدجاجة جاهزة. جبت ورقة زبدة كبيرة حطيت الدجاجة عليها. جبت الخضروات اللي عندي أنا بطاطا وجزر وبصل فرمتهم مكعبات زي ما انتم شايفين، بس حطيت عليهم ملح وفلفل. حطيتهم بحلوى الدجاجة، وراح أرجع أحط ورقة زبدة فوق الدجاجة كمان عشان تكون مغلفة تماما بورقة زبدة ويكون الموضوع عندي صحي. هذا راح أدخل الدجاجة كاملة بكيس الحليب. طبعا هذا الكيس الحليب كان عندي أنا غسلته ونظفته منيح ونشفته عشان تروح ريحة الحليب منه. حطيت الدجاجة في الكيس، فوقها ورقة زبدة وتحتها ورقة زبدة. هذا راح أسكره كويس وأحكم إغلاقه، ممكن بمكبس ممكن بأعواد الأسنان. أنا حطيت أعواد الأسنان أسهل لي عشان يكون كمان موضوع صحي. هيك صارت الدجاجة جاهزة بكيس الحليب. راح أحطها بصينية ألمنيوم، راح أحط عليها كاسة مي سخنة وأدخلها الفرن على الرف من تحت على درجة حرارة 180 مدة ساعة ونص. هيك بعد ساعة ونص صارت الدجاجة عندي جاهزة. راح أفتح كيس الحليب معكم قدامكم عشان تشوفوا النتيجة النهائية. وعلى النتيجة أكثر من رائعة، بتعطيني نفس نتيجة كيس الشوي. بس إذا ما كان عندك كيس شوي بنقدر نستخدم كيس الحليب تطلعه ما شاء الله. هلا خلاله هي بالفرن أنا كل نص ساعة كنت أقلبها على وجه، يعني ما خليتها نفس الوجه. فهلا هيك طلعوا هاي ظهر الدجاجة متحمر ما شاء الله. هلا راح أفرجيكم كمان الوجه الثاني للدجاجة. هي متحمر بس بدها كمان شوية تحمير. حطيتها بصينية الألمنيوم هي والخضروات اللي معها ورجعت حمرتهم شوي. طلعوا ما شاء الله النتيجة، الرائحة خرافية. طبعا هي الدجاجة هيك صارت جاهزة. هلا راح أفرجيكم درجة الاستواء تبعتها وأفرجيكم الحشوة اللي فيها ما شاء الله. طبعا الرائحة والمنظر بيحكوا عن حالهم والطريقة كتير سهلة وبسيطة. راح أشيل خلات الأسنان أو عود الأسنان. طلعوا قد إيه مستوي الدجاج ما شاء الله ولا غلطة. هلا افتحوها شوفوا الحشوة كمان، طلعوا الحشوة ما شاء الله. هلا هيك الدجاجة صارت جاهزة للتقديم. تقدر تقدميها مع رز أو مع الخضروات، ريحتها وطعمها خرافية. وهي الطريقة مميزة. إذا عجبتكم الطريقة بتمنى تدعموني بلايكات وتعليقات، تعملوا لي الوصفة ترند، وكمان تعملوا لها مشاركة على صفحاتكم عشان تستفيدوا منها. شكرا لحسن المتابعة، يعطيكم العافية.